الحقيقة يوم جميل جدا ويوم ظريف، وأدى إلى تعارف المدربين مع بعض والأكاديميات اللعيبة مع بعض. حاجة مشرفة جدا ومقابلة لطيفة جدا من المسؤولين عن نادي الطلائع، وبالأخص طبعا بقصة الذكر الكابتن محمد عاطف، شخصية مميزة جدا. ودي مش أول مرة أنا أتعامل معاه فيها، أنا الحقيقة اتعاملت معاه قبل كده مرتين وكانت ترحاب جميل جدا يعني. محمد شريف محمد. بتلعب في أكاديمية يا محمد؟ الواد. أكاديمية إيه؟ الواد. مين المدرب اللي بيلعب اللي بيضربك؟ كابتن خالد تكدي. وأنت بتلعب في مركز إيه؟ هاف ديفندر. مين اللاعب المصري اللي ماسكك الأعلى؟ أبو تريكة. ونفسك تلعب فين لما تكبر؟ الأهلي. نفسك تلعب في الأهلي؟ والنهارده كنت مبسوط ولا كان يوم وحش؟ لا، يوم جميل جدا. يوم جميل جدا؟ ماشي، شكرا لك. الرياضي اللي عمل نادي الطلائع بقيادة الكابتن محمد عاطف. أنا طبعا بشكر الكابتن محمد وبشكر كل الإخوة الأفاضل كلهم يعني، وكفاية اليوم ده يوم جميل ويا ريت يتكرر على طول إن شاء الله، على أساس إن يبقى في احتكاكات وفي تطلع مواهب، يعني ممكن نكتشف من الموجودين دول مواهب كويسة إن شاء الله، سهل إحنا نساعدهم بأمر الله، نوديهم أندية كويسة إن شاء الله. عندك استعداد إنك تعمل يوم رياضي زي دوت؟ أنا وتلم فيه كل الأكاديميات دي؟ أنا إن شاء الله في ملعب جديد، يعني لحسن الحظ يعني في ملعب جديد إحنا بنعمله بتاعنا إحنا، إن شاء الله هنحدد اليوم مع بعض إن شاء الله، وهنستضيف كل الناس دي إن شاء الله بإذن الله. نعمل حاجة كويسة. كابتن جمال. ربنا يكرمك. اسمك إيه يا كابتن؟ علي خالد. علي صوتك شوية. علي خالد. علي خالد. مركزك إيه في الملعب يا علي؟ مدافع. مدافع يعني باك رايت ولا باك ليفت ولا سيرد باك ولا بتلعب؟ ليبرو. ليبرو. بتتمرن في أكاديمية إيه؟ ربيع حسين. ومين المدرب اللي بيدربك؟ كابتن مين؟ كابتن سعد. كابتن سعد. النادي اللي انت تحب لما تكبر تلعب فيه، نفسك تلعب في نادي ايه؟ اهلي. ومين اللاعب اللي انت بتحب انك تكون زيه لما تكبر؟ كابتن ابو تريكة. كابتن ابو تريكة؟ ماشي، شكرا يا حماد. الرياضي اللي عمله نادي الطلائع بقيادة الكابتن محمد عاطف. طبعا ده يوم جميل، وبالنسبه للبراعم وللناشئين يعني فرحه وعيد، وفي نفس الوقت اكتشفنا شويه مواهب ممتازين جدا جدا، ودي البدايه ان شاء الله. انت لما كنت في خارج مصر شفت شغل زي اللي عمله نادي الطلائع النهارده؟ لا بصراحه يعني بره لكن بس بقى على شكل تاني. لا، على المستوى العربي يعني تنظيمي، لكن على المستوى العربي لا ما شفتش بصراحه. وانا باذن الله في مشروع انا هتقدم بيه لاتحاد الكره ان شاء الله قريب، انا بخلص بس البروجي بتاعه. نادي الطلائع لا والله هو يوم جميل، اللعيبه ما شاء الله عليها، اللعيبه بتأدي وانا مبسوط ان انا جيت النهارده. الناس دي شايف ناس ما شاء الله عليها تشتغل كويس، ناس شغاله يعني على اكمل وجه، يعني ما اقدرش مش عارف اقول يعني اكتر من كده، بس هم ناس لا تنظيم، يعني في ناس منظمه، يعني ما شاء الله حضرتك شايف يعني اللعيبه ما شاء الله عليها، والاداره التنظيم بتاع الاداره يعني حضرتك شايف كابتن بلال وكابتن احمد كابتن طلعت. يعني خطوه كويسه للكوره في مصر، يعني هتجيب لعيبه كويسه لمصر يعني باذن الله في المستقبل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم من اجمل الايام بالنسبه للقاء الرياضي دوت، وكل الانديه ما شاء الله عليها كلها جميله وكلها بتلعب كوره وكلها فاهمه، والمدربين الفنيين كلهم ناس على اكفأ المدربين الموجودين، بيعلموا الولاد ازاي يقدروا يلعبوا مع بعض، يلاقوا بعض في الملعب. الحمد لله برضو اللي عجبني قوي اللياقه حلوه قوي عند الاولاد، وربنا ان شاء الله بالتوفيق يا رب ان شاء الله. قول لي الكابتن محمد عاطف النهارده والكابتن شريف اللي قاموا بدور يعني كبير في تنظيم. لا اقول لهم اتوجه اليوم بالشكر على كل المجهود اللي عملوه مع اللعيبه وفتره الاعداد اللي عملوها قبل كده، وان شاء الله ربنا يوفقهم في اللي جاي ان شاء الله. والله الراجل اللي مشكورا يعني بصراحه بحب فريقه جدا، بيدي معاه، وراجل متعاون كمان، فرقته ممتازه. والله احنا نفسنا حتى احنا نشارك معاهم في الدوري، بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله السنه دي، والفرقه تحقق نتائج كويسه ان شاء الله. هو ليه ما عندي ان شاء الله المجموعه بتاعته، ليه عندي مفاجاه ان شاء الله ربنا يسهل. تعمل يوم رياضي زي دوت برضه؟ طبعا اكيد. تجمع اكاديميات اكتر من كده، ولا ده شايف العدد ده مناسب، ولا ممكن تعملوه على يومين لو في عدد؟ احنا هنعمله على فتره اطول من يومين. في امكانيه ان الاكاديميات ممكن تعمل يوم زي دوت على ملعب 11 كبير؟ طبعا اكيد يعني فرقه حلوه ومتعاونه وكويسه.
تمام، يعني حضرتك بتؤيد فكره دوري الاكاديميات والتجمعات اللي بيعملها كابتن محمد عاطف واكاديميه الطلائع، طبعا، هي تجمع الناس وتقارب الافكار والله ده كده مدرب بيحب فريقه، بيحاول يتعاون معاه، بيحاول يساعده، بيحاول يطلع بيه، وده كده ده من سمات المدرب الناجح. عايزين نعرف ايه رايك في اليوم الرياضي اللي عمله نادي الطلائع النهارده؟ والله يوم جميل جدا، انا كنت اتمناه، وكابتن محمد عاطف صراحه انا كنت متوقع منه واحسن من كده كمان. يوم جميل جدا، اولاد مبسوطين، احتكاك قوي للاولاد، وان شاء الله يبقى في استمراريه للموضوع باذن الله. هل انت من مؤيدي فكره ان يبقى في دوري للاكاديميات؟ اكيد طبعا، اكيد دي حاجه حافز للاولاد، واللي ما عندهمش فرصه ان هم ينضموا في انديه وحظهم وحش، دي حاجه هتخليه يبان والناس تشوفه. طب هل مش هيتاخد ان ده يعتبر بيزنس، يعني مدربين الاكاديميات عايزين يعملوا كده عشان يبقى فتحه شغل؟ لا طبعا، اولياء الامر لما يشوف ان ابنه فعلا الموضوع جدي والولد بيلعب وبيتشاف وبيشارك، الوضع مختلف جدا غير ان هو في اكاديميه وخلاص. يعني حضرتك مؤيدي ان اللعيب مش المفروض الاكاديميه بيدفع فلوس بس، لا ده هو يلعب مسابقات وزيه زي اي لعيب في الناشئين اي نادي. طبعا دي حاجه حافز للولد. طب وانت ايه رايك في الكابتن محمد عاطف والمجهود اللي عمله النهارده؟ لا المجهود بسم الله ما شاء الله، انا بشكره عليه جدا الصراحه، وزي ما قلت لك في الاول كده، انا محمد انا عارف انه هيعمل حاجه منظمه وكويسه. يعني حضرتك من مؤيدي كابتن محمد عاطف جدا. انا معاه قالبا، يعني انا عارف محمد عاطف في اي حاجه انا معاه. بنشكرك كابتن بلال على الكلمه الجميله دي. ميرسي جدا، ميرسي. محمد ايه؟ محمد مصعب. محمد مصعب، انت بتلعب في اكاديميه ايه؟ اكس. ومين المدرب اللي بيدربك؟ كابتن بلال. وانت مبسوط في الاكاديميه ولا مش مبسوط؟ اكيد طبعا. يعني طب ايه اللي بيبسطك في الاكاديميه؟ تدريب كابتن بلال الاشخاص اللي احنا بنلعب معاهم ناس محترمه جدا. نفسك تلعب في نادي ايه لما تكبر؟ اهلي. طيب انت مركزك ايه في الملعب؟ انا في الخماسي بلعب شمال، وفي ال11 بلعب في خط وسط. ونفسك تبقى زي لما تكبر؟ ابو تريكه. في حد نفسك تبقى زيه في الدوري الاوروبي؟ ميسي. شكرا.